ها انتم بنات، ها هي الكيكه ديالي وجدات وبردات. زينتها بالشكلاط ابيض محكوك والكوفريت حتى هي حكيتها وحطيت واحد الطريفات من الفوق. كتجي صراحه هشيشه الكيكه وزوينه بزاف بهذيك الكريمه اللي درت ليها، كتجي فازقه بلا ما تسقيوها بلا حتى شي حاجه. والعصير ديالنا هو بارد. بسم الله، شوفوا تبارك الله الختوريه ديالو كيفاش دايره. عصير لافوكا زعما ما كاين شيء. كنتمنى البنات تجربوا هاد الوصفات اللي حضرت معكم اليوم، يعني وصفات خفاف ظراف خفن زربان تيوجدوا واقتصاديين على الجيب. كنتمنى تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير وما تنساونيش في البارطاج ولي لايك وشي كومونتيرات زوينين بحالكم. فرجه ممتعه وبصحه والراحه. السلام عليكم البنات، كي درتوا؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو، تكونوا ارتحيتوا من التماره ديال رمضان والشقاد رمضان. اليوم جبت لكم واحد الكيك عائلي بجوج بيضات، كيجي صراحه رائع غزال البنات ما تشبعوش منه. بالنسبه للمكونات عندي هنايا جوج بيضات كبار بدرجه حراره المطبخ، عندي كاس وربع ديال السكر سنيده، وممكن تنقصوا داك الربع تخليوه غير كاس على حسب الذوق ديالكم. هنا عندي كاس ديال الحليب، نصف كاس ديال زيت المائده، جوج معالق صغار ديال خميره الحلوى ولا جوج ساشي خميره الحلوى، معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان، معلقه صغيره ديال بيكربونات الصودا، معلقه صغيره ديال بودره الفاني ولا ساشي فاني اللي يعجبكم، جوج ساشي ديال الكاكاو. عندي هنايا كاس قل ربع ديال الماء يكون طايب غليان، وعندي جوج كيسان ديال الدقيق وخبيصه ديال الملحه. هادو هما المكونات. ندوزو على بركه الله للطريقه ديال التحضير. اذا هنا درت في هاد لو بول قبيصه ديال الملحه، غادي نضيف جوج بيضات يكونوا كبار شويه، الا كانوا صغار ديروا 3، ولكن الا كانوا هكذا كبار غير جوج برك. بسم الله. هنا كاس وربع ديال السكر سنيده، غادي نطربهم مزيان. هانتوما حتى يبدا يتغير اللون ديال البيض، بلا طراب كهربائي بلا باتور بلا والو، غير بالفوي هكذا عادي، اسهل منها ما كاين. غادي نضيف دابا معلقه ديال بودره الفاني، نضيف دابا نص كاس ديال زيت المائده. بسم الله، غير بشويه هكذايا وانا كنخلط. هانتوما تولي هكا بحال شكل الكريمه. غادي نضيف دابا الكاس ديال الحليب يكون درجه حراره المطبخ. بسم الله. دابا نبدا نضيف النواشف، الدقيق عندي هنايا جوج كيسان، ونضيف معاهم هاد جوج ساشي ديال الكاكاو. نجيب المقص ونجي نغربل هاد الشيء. ضروري الكاكاو تيكونوا فيه هاد الكويرات هادو. ونخلط بشويه. نضيف باقي الدقيق
او لا وندير لا. دابا بيكربونات الصوديوم معلقه صغيره، وعندي هنايا 2 معالق ديال خميره الحلوى ولا 2 ساشيات. هانتوما البنات غادي يجي الخليط ديال الكيك هكذا ثقيل. دابا عندي هنا هاد كاس قل ربع ديال الماء يكون غليان، غادي نضيف ليه معلقه صغيره ديال القهوه، هي درت معلقه عامره، وغادي نضيف هذا الكاس ديال الماء هو لا لا. نحرك على جدو. بسم الله. وغادي نضيف غير بشويه ونخلط حتى تنسجم القهوه مع هذا الخليط ديال الكيك. هانتوما البنات هذا هو الخليط ديال الكيك اللي تحصلت عليه، تيكون ماشي ثقيل وماشي خفيف، يعني كتكتبي رقم 8 وما كيمشيش دغيا. بالنسبه للبنيات المبتدئات اللي تيبغيو يتعلموا هكذا يصايبوا لي كيك في الدار وداكشي، دائما فاش تكونوا كتخلطوا الكيك دائما خلطوا في اتجاه واحد، يعني بديتي على اليمين كملي على اليمين، بديتي على اليسار كملي على اليسار، باش هذاك الفوليوم ديال البيض اللي طلعتي في الاول ما تهبطيش بداك تحرك هكذا وهكذا، هكذاك تطيحي الفوليوم ديال البيض. صافي. انا البنات عبرت لكم 2 كيسان ديال الدقيق كبار، يعني في المجموع 300 غرام ديال الدقيق. هذوك الكاس باش عبرت كبير شويه، 300 غرام ديال الدقيق. هانتوما كيجي الخليط على هذا الشكل هكذايا. غادي ناخذ انا هنايا خديت واحد البيركس دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق. بسم الله. غنهز يدي للفوق ونوزع الخليط ديال الكيك. غادي ندخلو الفران بارد كيف ما العاده، ونخليها لمده ديال 35 حتى 40 دقيقه حتى نشم الريحه ديالها. نقلبها نلقاها صافي هذاك السكين ولا عود خشبي يخرج ناشف صافي. عاد نشعل عليها شويه من الفوق، ردوا ليها البن حيت ديال الشوكولا ما غاديش يبان فيها واش تحمرات ولا لا، غير صافي نقيسها من الفوق نلقاها صافي ناشفه صافي. طفيو عليها وخليوها واحد 10 دقائق هكاك في الفران هو محلول شويه، عاد خرجوها باش ما تهبطش ليكم صافي. عاد تتبرد الكيك ونرجع باش نحضر معاكم الكريمه اللي غادي نزينها بها. غادي نخبطها شويه باش يخرج لك الفقاعات بحال هكذا صافي، وندخلها للفران. دابا البنات غادي نحضر معكم الكريمه باش غنزينوا هذا الكيك. ها هي راني خرجتها من الفران باقا سخونه. عندي هنايا في الكاسرونه نصف لتر ديال الحليب، غادي نستعمل معها 2 معالق كبار ديال بودره الكريم باتيسير بنكهه الشوكولا. عندي هنايا 3 معالق ديال السكر كبار، السكر تيبقى على حسب الذوق. هنايا عندي 6 ديال المكعبات ديال الشوكولا، ديروا اي نوع بغيتو، انا دايره هنا كالا، ومعلقه صغيره ديال الزبده صافي. اذا غادي نخلط كلشي على البارد. بسم الله. 1 2 3 هادي ما عمرتهاش، وغندير 2 معالق كبار ديال بودره الكريم باتيسير. يكونوا عامرين شويه. بسم الله. صافي غادي نخلط هذا الشيء هكذايا على البارد ونحطو فوق النار حتى تبدا تعقد ليا الكريمه. في الاخير غادي نضيف الشوكولا وهي باقا سخونه باش تذوب، ونضيف معلقه الزبده صافي، وها الكريمه ديالي واجده. هنا رجعت لكم البنات. ها نتوما الكريم باتيسير ديالها هي وجدات. اون فوا تبدا تغلي الغليه الاولى صافي زولوهم فوق النار. غنضيف ليها دابا داك القطع ديال الشوكولا باش يذوبوا من حتى سخونه، ومعلقه صغيره ديال الزبده باش كتبقى اللمعان في هذيك الكريمه. صافي ونخلطها حتى ينسجم ليا هذا الشوكولاط بالزبده. بالنسبه للكيكه البنات هانتوما كنت غادي ندير الكريمه فوق منها عادي شويه، عاوتاني جاتني فكره انني نحيد ليها هاد
قطعتها غير هكذايا من الجنب، خليت ليها هاد الحروف هادو وقطعتها من الوسط وحيدت ليها شويه داك الوسط. ما تحيدوش توصلوا لتحت، لا غير شويه داك الفوقاني وصافي باش ندير فيها الكريمه في الوسط. وبالنسبه لداكشي اللي حيدت ها هو هنايا حتى فت به حتى نصايبوا به عاوتاني شي تحليات ان شاء الله. بطبيعه الحال ما غاديش يضيع. صافي دابا انا باقي سخون هذا المول هذا. ها هي الكريمه يعني نخويها وهي باقا سخونه. بسم الله نعمر بها هاد الحفره اللي درت هنايا. صافي ونخليها حتى تدفى واحد شويه وندخلها للثلاجه تبرد. غنجيب سباتول احسن. هانتوما البنات، ها هي الكيكه ديالي انا خليتها تبرد واحد شويه عاد ندخلها للثلاجه تبرد. والتزيين تيبقى لكم الاختيار، زينوها باي حاجه عندكم في الدار. حتى انا داكشي اللي عندي في الدار هو باش غادي نزين. دابا هنايا غادي نحضر معكم واحد العصير. انتما غتشوفوا غير المقادير غادي تعرفوا ديالاش. عصير افوكا الكذاب اسيدي، غير يخليو الافوكا ديالو من عندهم. ملي ولات ب50 درهم بناقص منا. حنايا غادي نستعملوا غير الكورجيت بركه علينا، وكتجي لذيذ هذا العصير هذا. عندي هنايا 6 الحبات ديال الكورجيت، غسلتهم مزيان وقطعتها هكذايا وحيدت لهم حتى دوك كبار شويه. حيدت لهم داك الزريعه اللي تتكون فيهم وسلقتها غير نص سلقه، يعني تبقى قاصحه. هانتوما تتشوفوها هي ما هارياش، راه باقا قاصحه. صفيتها وخليتها تقطر مع داك الماء ديالها. عندي هنايا ياغورت بالنكهه ديال البيستاش، وعندي هنايا نكهه البيستاش، السكر على حسب الذوق، ونصف لتر ديال الحليب يكون بارد. هادو هما المكونات ساهلين ماهلين. ندوزو نحضروا العصير ديالنا. اذا بسم الله غادي ندير هاد لافوكا قلت لكم الكورجيت. نضيف ليها السكر تيبقى لكم الاختيار، ديروا شحال ما بغيتو. هنايا 3 حتى نشوف. ونضيف الياغورت بالنكهه ديال البيستاش. وهنايا هاد النكهه ديال البيستاش حتى هي ندير غير واحد راس معلقه، غادي تعطي لون ونكهه بجوج. والحليب بسم الله نضيف هنايا هاد 4 يطرو د الحليب ونبدا نطحن ونضيف الربع الاخر. بسم الله صافي. ها هو العصير واجد. بسم الله شوفوا كيفاش تيجي خاتر، وحتى اللون ديالو تقولوا افوكا. المذاق ديالو كيجي زوين صراحه. صافي غادي ندير العصير ديالي في الثلاجه يبرد ونتلاقاو ان شاء الله في طبق التقديم.